بدون تتبيلة وبدون ما تنتظرون وقت طويل، تعالوا نسوي أطيب لفة قص دجاج. طريقة سهلة وبسيطة، ومثل ما تشوفون الدجاج طعمه صار كلش طيب وطري كلش. سويت وياها صوص للتغميس، تعالوا نسويها أنا وياكم. طريقة سهلة وبسيطة. صدور الدجاج قطعناها بهذا الشكل، أضيف عليهم ملح وفلفل أسود وثوم مطحون وملعقتين كبار من اللبن وملعقة كبيرة من الكاتشب، وهنا عصرت نارنجة كاملة وخليتها. ضروري يكون نارنج مو ليمون لأنه طعمه كلش راح يعطيكم نكهة خبل. تبلت الدجاج، خليته على جهة، خلينا الطاوة على النار وخليت بيها شوية زيت زيتون وضفت عليها الدجاج. تعدلوه وتقبقون الطاوة بدون ما تحركون نهائيا. بعدها من يستوي الجهة هذه راح نقلبها شويونة وراح يستوي الصدر دجاج كامل. نجيب خبز الصاج وأخلي بيه البوتيتا وراح نخلي بيه الدجاج، وفوقها خليت المايونيز والكاتشب ولفيتها بهاي الطريقة. تقدرون تكبسوها بالماكينة مالت الصاج أو تقدرون بالطاوة بشوية زبدة، راح يكون الطعم مالها أطيب. طلعت لفة تجنن، لازم تجربوها. علينا وعليكم بألف عافية.